تعال افهمك يا صاحبي القصه واللي فيها. ده بوست بيتكلم ان الموقف بتاع الزمالك موقف تاريخي، وان الكلام ده لو حصل والزمالك فعلا قرر ان هو ما يلعبش ال 17 مباراه بتوع الدور الثاني، فالدوري هيقف والرعاه هيبوظوا الدنيا وهيعملوا وهيسووا، والموضوع هيبقى خراب على الكل. فاهم انت؟ بس تعال افهمك حاجه. اول حاجه ان الزمالك لو ما لعبش مباراه في التانية كده كده هو هيتخصم منه نقط، والدوري مش هيقف ولا حاجه، والزمالك هيبقى معرض وقتها للهبوط. دي اول نقطه. خلاص كده. تاني نقطه، الرعاه هيبقى من حقهم ان هم يقاضوا نادي الزمالك عشان حق الرعايه. خلاص، يبقى الزمالك كده يهبط، والزمالك هيبقى عليه غرامة وهيبقى عليه فلوس للرعاة. تالت نقطة ودي أهم نقطة، والنقطة اللي غايبة عن ناس كتير جدا، نادي الزمالك يا جدعان ده نادي الدولة، بمعنى إن قرار زي ده أصلا ما ينفعش إن هو يتاخد، لأن الدولة مش هتوافق على حاجة زي دي، والرئيس نادي الزمالك اللي هو حاليا حسين لبيب مش هيقدر إن هو ينفذ حاجة زي دي. خلاص كده. والكلام ده ينطبق على نادي الزمالك والنادي الأهلي في نفس الوقت، يعني النادي الأهلي نفسه ما يقدرش إن هو يعمل حاجة زي دي. خلاص كده. فخلينا متفقين ان الكلام ده مش هيحصل ومش حقيقي. طيب الكلام ده الغرض منه ايه؟ الكلام ده الغرض منه ان هو يضغط على رابطة الاندية، يضغط على الرابطة عشان يبتدي ان هو يفتح له مجال شوية، ويبتدي ان هو يحقق له شوية طلبات. لكن الكلام ده صدقني عمره ما هيتنفذ، والكلام ده لو ما اتنفذش هو مش هيبقى عيب مجلس ادارة ولا هيبقى مشكلة مثلا في حسين لبيب، لا اطلاقا. الكلام ده هيبقى مشكلته ان ده نادي دولة، وان قرار زي ده عمره ما هينفع ان هو يتاخد غير بموافقة الدولة، والدولة عمرها ما هتوافق على حاجة زي دي. فاهم حاجة؟ فممكن نادي الزمالك ما يلعبش ماتش الاهلي، لكن مش هيلعب ال 17 مباراة بتوع الدور الثاني. دي حاجة مستحيل ان هي تحصل، وحاجة مستبعدة تماما، وانسى الكلام ده، الكلام ده مش هيحصل.